السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جميلة جدا. دايما احنا بنشتريها من الشارع، وان شاء الله من النهاردة مش هتشتروها تاني من الشارع، وان شاء الله تكون خفيفة وظريفة على قلبك وتجربيها. طبعا قبل ما نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. انا معايا دلوقتي نص كيلو من البانيه متنشف ومتجفف كويس جدا من المية، مفيهوش اي سوائل. ومعايا كمان 3 معالق من البقسماط، يعني بمعدل نص كوبايه بقسماط زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وكمان معايا بقى البهارات بتاعتي ايه بسيطه ومختلفه: معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، ملح، معلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر. كل الكميات دي كميات متساويه، معلقه كبيره. انا هضرب دلوقتي البانيه بتاعي وهنعمه، وبعد ما هنعمه هشكله على شكل البرجر اللي احنا ايه شايفينه قدامكم ده. لو عندك المكبس بتاع البرجر اشتغلي بيه، ما عندكيش مش هيقول لا خالص. انا كان عندي بطرمان كبير، غطا بطرمان، عملته طبعا زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، طلع لي 12 واحده غير الصباع اللي احنا شايفينه ده من نص كيلو بانيه. شفتوا الكمية عاملة ازاي؟ لو احنا رحنا اشتريناه من بره هيبقى طبعا اسعار عالية جدا في الوقت اللي احنا فيه ده. يا ربنا يعيننا يا رب ويعينكم ان شاء الله. الكمية جميلة جدا، طبعا حاجة نظيفة احنا عاملينها في البيت وعارفين احنا عاملين ايه وحاطينها ازاي. وهنعمله بقى مشوي في الطاسة. ازاي مشوي في الطاسة؟ بدهن الطاسة بتاعتي بشوية زيت او شوية زبدة، وبنزل بيها لغاية لما تتحمر، وبعدين اروح شايلاها على الوش التاني. وده الشكل بقى بتاعه بعد ما طلع. شايفين شكله ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكله يتكلم عن نفسه زي ما احنا شايفين كده. والكمية مش قادرة اقول لكم، 12 واحدة من نص كيلو البانيه، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. شكله جميل. وطبعا بقى دلوقتي انا معايا الكايزر، هتحطي بقى فيه مايونيز وكاتشب وخس وطماطم وايه، وكمان بصل احمر. كان طعمه مش قادره اقول لكم وهمي. ان شاء الله يا رب تجربوه وتقولوا لي في الكومنتات بتاعتكم ان انتوا جربتوه. شايفين بقى سمكه ما شاء الله، وما كشش ولا اي حاجه خالص. ادانا نفس النتيجه اللي احنا بنشوفها بره، وما نعلمش الله اعلم هم حاطين فيها ايه. شايفين بقى ما شاء الله جميل ازاي. شكله طبعا يتكلم عن نفسه. ان شاء الله يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا طبعا في الكومنتات. وصفه سهله واقتصاديه. ودلوقتي بقى انا هعمل البرجر بتاعي. انا طبعا بقى دلوقتي هحط البرجر، وبعدين هحط الطماطم او الخس والبصل. ده يا بقى اختياري، يعني اللي انت عايزاه اعمليه وشكلي بقى ودلعي ولادك كده، واللي انت عايزاه اعمليه وبالهنا والشفا وطبعا بقى عايزه اقول لكم ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه علشان كل جديد من يومياتي توصلك. شايفين الجمال؟ طبعا اهو الكاتشب والمايونيز بقى بعد ما حطيناه الرصه الجميله بتاعتنا هنرصها بقى ونخلصها. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مع السلامه.